كلنا شفنا، واللي ما شافش سمع عن اللي وائل غنيم عمله، وهو انه طلع في لايف من غير هدوم خالص، وكان بيحشش وماسك في ايده القرآن وقالع ملط وبيرقص بيه على الاغاني، وحط ايده في حتت ما ينفعش تتحط فيها، خصوصا في لايف. وهي دي ضريبة الادمان، انه وصل لمرحلة دماغه بقت مغيبة خلاص، ما بقاش عارف هو بيعمل ايه. وزيه زي اي حد مشهور، عشان يصلح الغلط الكبير اللي عمله قال لك العب على عاطفة الناس، وده اللي كنت متوقع انه يعمله، وعمل كده فعلا. عمل ايه بقى؟ نزل فيديو بيبرر فيه الشيء المقزز اللي عمله ده. تخيل انه كان بيبرر انه كان ماسك القرآن وهو قالع ملط وطالع لايف كده وبيحشش كمان في نفس الوقت وبيرقص بيه على الاغاني. تخيل انسان طالع يبرر اللي قلته لك ده. تخيل اصلا ان في انسان المفروض انه مسلم عمل ده. ولا فضلت اتكلم كتير مش هعرف اعمل اي حاجه غير ان انا اتكلم عنه وحش وافضل اقلل منه. فعشان احنا في رمضان وكده هحاول امسك نفسي، وتعالى نروح نشوف عمل ايه في الفيديو اللي بيبرر فيه الحاجات اللي ما ينفعش تتبرر دي. كان من كام يوم منزل بوست في فيديو وكاتب على البوست الكلام اللي هقراه دلوقتي ده: ادعوا لي اقرب من ربنا ويعفو عني وعن كل انسان سلك طريق المخدرات وبيجاهد نفسه وبيعاني من اهله والمجتمع بيظلمه، مع انه هو اللي ظلم نفسه وطلع لايف عمل اللي قلته لك ده. يعني محدش اجبره، هو طلع فتح اللايف بتاعه بنفسه وعمل كده. ورمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم. احب اقول لك انه في الفيديو اللي مكتوب عليه كده من بره عمل كل حاجه في الفيديو ده برضو بعيده عن الكلام اللي انا قريته اللي هو كاتبه ده. مش هقعد اشرح لك كتير، تعالى نروح نسمع عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أبارك للجميع بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يرجعه علينا باليمن والبركة. ثانيا أنا بتسأل من ناس كتيرة هل أنا صايم ولا لأ، فللأسف أنا مش صايم. متوقع ايه بقى عذرك؟ ايه، عامل باقة الليميتد غير محدودة مع الذنوب ولا ايه؟ وده لعدة أسباب. السبب الأولاني إن أنا عندي نوبة برد شديدة بقالها أكتر من شهرين. نوبة برد؟ صايم وعندي برد وعندي جنوب انفيه طول السنه ما بتروحش، وزي ما بيقول البرد بقاله شهر شهرين معاه. انا معايا جيوب انفيه طول السنه. بس ما علينا، نكمل نسمع يمكن في سبب مقنع غير البرد. وزي ما انتوا شايفين صوتي رايح وتعبان، فلازم اخد الأدوية بتاعتي. الحاجة التانية كمان إن أنا عندي مشاكل نفسية وباخد مخدرات كتير في الفترة الأخيرة، ولو سبتها فجأة يحصل معايا أعراض انسحاب. السبب التاني اعراض انسحاب من المخدرات. اسبابه كلها مقنعه ما شاء الله. ما طبيعي يحصل اعراض انسحاب؟ ده لو واحد عايز يعمل دايت وكان بياكل سكريات كتير، لما بيجي يبعد عن السكريات دي بيحصل له اعراض انسحاب، وهتلاقيه اغلب الوقت مقريف ومصدع. وده سكر عادي، اكل مش حاجه حرام يعني. انا اسف في الكلمه بس ده عبط. انت بتحاول تكون مقنع بس برضو الكلام ده عبط، لان انت وانت صايم بتسيب الاكل والشرب اللي بدونهم مش بس يحصل لك اعراض انسحاب، انت هتموت. ما فيش حل تاني، انت لا بتاكل ولا بتشرب. اعراض انسحاب ايه؟ يمكن انا غبي معلش. يعني مثلا المصحات بتاعت المدمنين اللي بيروحوها علشان يبطلوا حشيش ومخدرات وكده، اللي بيروحوا المصحات دي بيعملوا ايه؟ تفتكر ان كل يوم بيدوهم جرعات حشيش اقل من اللي كانوا بياخدوها لحد ما يبطلوا؟ ما هو انت لو بتعمل حاجه غلط وما قطعتهاش مش هتبطلها. في ده بالذات مفيش حاجه اسمها بالتدريج. يعني مثلا عندك اللي بيبطل سجاير بياكلوا لب كتير او اي مسليات، هل الحاجات دي فيها نيكوتين؟ لا. امال بياكلوها ليه؟ عبط. التدخين عموما بيبقى عاده اكتر ما هو تعود. يعني اللي بيبطل ده بيكون متعود على مسكة السيجارة، فهو متعود طول الوقت ان هي موجودة بين صوابعه. زي مثلا لما بتلبس خاتم كتير او حظاظة ساعة، لما بتقلعها بتحس ان هي موجودة لسه، فبتبقى عايز تلبسها. نفس الكلام اللي بيحاول يبطل سجاير ده بيدور على اي حاجه تشغل صوابعه، اي حاجه تكون بينها بدل السيجاره، مش حبا في اللب والمسليات ولا انهم مثلا هيدوله جرعه نيكوتين. ودي حاجة مهمة نقولها لكل الأهالي اللي ولادهم مدمنين. يا جماعة ما تضغطوش على ولادكم عشان يصوموا، مش علشان الصيام. هو الصيام حاجة كويسة ليهم وفرصة، بس في نفس الوقت هو ممكن يضغط على نفسه وتحصل له أعراض انسحاب يرجع أسوأ من الأول بكتير. وده حصل معايا وحصل مع ناس كتير. فالرحمة شوية يا جماعة، احنا كلنا بنحب ربنا وكلنا نفسنا نبقى كويسين. واديك قلت اهو نفسك تبطل، وطول ما نفسك في حاجه مش هتحصل. طول ما نفسك في حاجه ومش بتعملها ولا بتعمل لها حاجه تقربك منها مش هتحصل لوحدها، لازم تعملها انت. الحياه مش بالخيال ولا بالاحلام ولا بانا عايز، انا هعمل. او هتفضل زي ما انت في مكانك. عشان كده أنا بس أتمنى إن الناس تلتمس لغيرها الأعذار. ماشي،
التمس لغيرك الاعذار. يعني ايه التمس لغيرك الاعذار؟ يعني انت ما تعرفش حاله، ما تعرفش ظروفه، ما تعرفش ده عنده السكر ولا عنده الضغط ولا عنده البرد ولا عنده ايه. ولنفرض ان عندك اي حاجه، هل ده مبرر ان انت تبقى مدمن تطلع تعمل اللي عملته؟ اكيد لا، لان حسب معلوماتي حتى لو انت عامل دماغ انت برضه بتبقى عارف الحلال من الحرام وعارف انت بتعمل ايه. هي الدماغ بس بتجرأك زياده على الغلط وان انت تعمله، بتبقى حبه وبتبقى مش خايف، بس انت عارف ومتأكد 100% ان اللي انت عايز تعمله ده غلط، بس هي الدماغ جايه معاك بكده، انا عايز الغلط. ولو جينا للادمان والمرض زي ما انت ما قلت، ضغط، سكر او برد، ده ايه علاقته بالحشيش؟ هل الحشيش علاج لده او لاي مرض تاني؟ جديده دي جديده. نفرض انك مضغوط نفسيا، ليه ما رحتش لربنا؟ ليه رحت لسكه الحرام؟ بل بالعكس كمان انت بتوري للناس ان الحرام ده جميل. انا او اي حد بيتفرج كتب على جوجل دلوقتي وائل غنيم، هيطلع لك اغلب صوره بالجوبات اكتر من اي صور تانية. ده ايه بقى؟ بعيد عن نفسك وان انت مش هتعرف تبطل مره واحده، عشان كده هتعمل حرام اكبر وهو ان انت مش هتصوم. انت كده بتشجع كل اللي بيشوفك، واكيد فيهم عدد كبير ناس صغيره، على حرام ده انه عادي. ده عادي، حرام بس عادي، انا هعمله علشان عادي، وهو مش عادي. وبعيد عن انه عادي ولا لا، ده بيبرره وباسباب تافهه. ده من ناحيه الصيام، انا فاكر اخر مره ما صمتش كان عشان قرصني عقرب، فاضطريت غصب عني افطر علشان مصل السم، بس ده لو ما عملتهوش هموت، مش هقرف، مش هبقى مصدع، مش هيبقى عندي اعراض انسحاب من حاجه، هخلص مش هبقى موجود تاني. انت بقى مش عايز تبطل عشان الاعراض، زي ما بيقولوا عذر اقبح من ذنب. وما تحكمش عليه هو صايم ولا مش صايم، دي حاجه ترجع له. يعني كفايه السخافه بتاعتنا مع بعض في ان كلنا بنقعد نسال بعض انت صايم ولا لا. يعني مش حلوه يعني. معلش مش حلوه ازاي بالظبط؟ لو حد قال لي ان هو مش صايم على حاجه فعلا تخليه ما يصومش، اكيد مش هقعد اقول له يا فاطر، ما هو قال لي سبب مقنع، مش هقعد بقى اتكلم معاه فيها. لكن لما تبقى حاجه تافهه كده، ان انت عندك برد وعندك اعراض انسحاب، ما الاعراض دي انت اللي جايبها، مش جايه من عند ربنا. والبرد عادي مرض عادي وخفيف وما بيعملش حاجه، مش هتموت. في ناس عندها الضغط والسكر اللي انت قلت عليهم وبيصوموا عادي. فاكيد في اي حاجه كده لا انا هسكت ولا غيري هيسكت. من راى منكم منكرا يا وائل. كل واحد ليه مطلق الحريه ان هو يصوم ولا لا، وكل واحد يتعامل باحترام. لو انت صايم يبقى كويس، لو انت مش صايم يستحسن ما تاكلش قدام الناس، بس ما حدش يلزمك. انت بتقول ايه؟ ربنا اللي بيلزمك مش حد. ازاي ده كان مدير في جوجل؟ ازاي؟ وكان متكرم من اكتر 100 شخصيه مؤثره في التاريخ تقريبا ولا في العالم، حاجه كده. ايه ده؟ فأتمنى بس إن الناس تفهم الكلام ده، ودي قواعد لو طبقناها نرتاح كلنا مع بعض. يعني الموضوع هيبقى أريح بكتير من الوضع الحالي. الوضع الحالي صعب قوي، الناس بتدخل في حياة بعض. قواعد فوق قواعد ربنا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. حد يشرح لي، يمكن انا حمار. حد يشرح لي في الكومنتات. كمية ناس عمال تسألني صايم ولا لأ، ناس عمال تقول لي اوعى تضيع فرصة رمضان. ضغط في وقت الواحد مش محتاج فيه ضغط. ما هو الناس ما دخلتش، اتبلت عليك. انت اللي وريت لي الكوكب كله انا بعمل كده اهو، انا بعمل الغلط الكبير ده. بصوا وقعدت بقى تستعرض الموضوع وعارف كنت مديت، وفي حاجات تانية عملها بس انا مش هقولها، ما ينفعش اقولها، وعايز الناس تسكت. زي ما قلت لك، من رأى منكم منكرا، وده مش منكر عادي. انت طالع بتحشش بالقرآن وبترقص بيه وانت ملط، ده غير الحاجات اللي عملها بعديه انا مش هقولها لان فعلا ما ينفعش اقولها. اهو بيولع جوب اهو، كان لسه بيقول ايه وكاتب ايه في البوست، وبيولع جوب في الفيديو اللي المفروض بيعتذر فيه عن اللي عمله في الفيديو اللي ولع فيه الجوب. انت ايه؟ انا بص لساني الكعبل، مش عارف الكلام ما بيطلعش. انت ايه يا عم؟ انت ايه؟ للاسف مش هعرف اعرض من الفيديو اكتر من كده، علشان سياسات اليوتيوب بتمنع اي لقطات فيها تدخين او اي حاجه بتشجع عليه. ليه؟ عشان محدش يحب العاده الغلط دي. لو تدخين عادي حتى لو فيب ممنوع، ممكن يقفل القناه كامله علشان لقطه، حتى لو فيب مش سجاير. ما بالك بقى ده لافف جوب وطالع بيشربه قدام الناس ويقول لهم رمضان ومش عارف ايه، وقدام كل الاعمار. واكيد فيديو من الفيديوهات دي بيطلع الاطفال. على الاقل ممكن تعمل اي فيديو في حاجه كده بلس 18، اي حد تحت 18 الفيس مش هيطلعه له. ونفس الكلام بيحصل برضه على اليوتيوب، علشان في ناس بتبقى عامله محتوى فيب ومش عارف ايه، هتلاقيهم كلهم عاملين الفيديو بلس 18. فلو الايميل محطوط ان هو مش بلس 18 فوق ال 18 يعني الفيديو مش هيفتح اساسا. تخيل على اليوتيوب سيجاره ممكن تقفل قناه كامله مهما كان فيها ناس قد ايه، ما بالك بقى بالحشيش. ان ابتليتم في ستاترو، مش نجرس نفسنا.
ايه رأيك بقى في كل الحاجات دي؟ انا مش شيخ، بس الحلال معروف والحرام معروف، وانت عارف ان ده حرام وبتتلكك عشان تعمله، وانت ضميرك مرتاح، ومش هيرتاح برضه وهيفضل على طول يأنبك، عشان انت متأكد مليون في المية مش 100% انه حرام، وحرام كبير جدا، لانه فعلا ما عملش كده وبس. اللي قلته لك في حاجه كبيره جدا بس انا مش هينفع اقولها، اللي عارف اللي عمله عارف في ايه تاني، وكان برضه في اللايف قدام الناس كلها، فانت لو شفت اللايف او سمعت عن الموضوع اكيد عارف في ايه تاني انا ما قلتهوش. وبس يا زميلي كده الفيديو بقى خلص، لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتقول لي رايك في كل الحاجات دي في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.